السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض المجشة دي انكسرت طبعا، وانا عايزة اركبها، يعني خسارة ان احنا نرميها ونروح نشتري واحدة تانية. دلوقتي الايد انفلتت منها وعملت مسمار وما نفعش. فاحنا دلوقتي هوريكم هنعمل حاجة جديدة على المجشة دي. السكينة عملناها على النار، دلوقتي هنشيل حتى الحتة دي اللي في المجشة لانها مش هينفع تتشال كده يعني من غير ما نسيحها. هي كل ما تبرد شويه هنحطها على النار تاني. دلوقتي احنا شلنا الجزء اللي هو كان فوق دوت بعد ما سخنا السكينه على النار وكده وشلناه. معانا هنا دلوقتي بوز جزازه بتاعت ميه دوت هندخله في المجشه هنا في الايد كده، وهنعمله على النار لحد ما دي تمسك فيه. وبالنسبه للغطا اللي احنا جايبينه بتاع الجزازه، احنا خرمنا فيه خرم صغير كده وهنحط فيه مسمار برمه وهنركبه هنا ونركب فيه المسمار. خليكم معايا لما نخلص اوريكم يكون الشكل ايه. دلوقتي خرمنا الغطا ودخلنا فيه المسمار البرمه وعملنا خرم برضو، سخنا المسمار ودخلناه في الحته اللي احنا عملناها في المجشه. ودلوقتي هنربط الغطا بالمسمار في المجشه نفسها. ودي بوز الجزازه اللي احنا خدنا الغطا بتاعه هندخله في الايد بتاعه المجشه وهنعمل نسخنها على النار لحد ما تلزق عليه. خليكم معايا واوريكم في الاخر. ودلوقتي سيحنا البوز بتاع الجزازه على ايد المجشه وهنركبها معاكم دلوقتي وهنشوفها هتبقى عامله ازاي. دلوقتي احنا غيرنا دي، هي كانت الاول جزازه بيضه شفافه بس دي كانت انكسرت فروحنا عاملين واحده تاني. ودلوقتي خلصت المجشه اهي واتركبت وشغاله، وبدل ما نرميها خساره ونروح نشتري واحده ب20 او 25 ممكن دي تكفينا كمان شهر شغاله على كده. يا ريت لو عجبكم الفيديو تدوسوا على زر الاشتراك للقناه والاعجاب للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهي